الله يسعد مساكو يا احلى جمهور. تخربط زلمه هي عامر شفيق الكابتن عامر، بركتكو وحبيبكو ابن النادي اللي قلبه على النادي، حبيب الجماهير عامر. هيون احنا قاعدين عنده في الدار، والزلمه حكى لنا انه رجعته رايحه تكون لعيون احلى جمهور، وهي الكابتن عامر معاكم شخصيا يا سيدي. تفضل استاذ. اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. اكيد طبعا رجعتي راح تكون من اجل جمهور الوحدات الحبيب اللي بعتز فيه كثير كجمهور، والحمد لله رب العالمين. يعني جمهور بصراحه يعني بعتز فيه كثير، جمهور الوحدات بالذات وجمهور الاردن كله. واكيد رجعتي راح تكون لاجل هذا الجمهور المخلص اللي بوقف معانا في السراء وفي الضراء. ما راح اقدر اقول له الا غير اني انا بصراحه يعني ما بستنى لا حدا يعتذر مني او اعتذر منه، بالعكس انا جمهوري بقدره كثير، لكن هو بس كان عتبي عليهم واكيد مش كل الجماهير، هي فئه قليله الا وهي المساس بالكرامه. لكن الحمد لله رب العالمين بعد ما كان في الاكثريه من جماهيرنا الحبيبه اللي كانوا دائما معاي واللي ساندوني واللي وقفوا معاي في السراء وفي الضراء. بحكي لهم ان شاء الله راح اكون قريبا في التمارين وراح ارجع ان شاء الله بقوه، وبتمنى تكونوا واقفين معانا في المرحله القادمه، لانه النادي بصراحه محتاج الى وقفتكم، الوقفه الكبيره اللي بنعرفها في جماهير نادي الوحدات. كل الشكر لجماهيرنا الحبيبه. الله يرضى عليك يا كابتن عامر ويكثر خيرك، واحنا كجمهور بنشكرك وبنعتز فيك. ويا اخوان، كلمه من اخوكم امجد العموري، عامر ابن النادي ورايح يظل في النادي وحبيب كل الجماهير وعاد جمهور الوحدات.